وصفة المبرجة بمقادير مضبوطة وبطريقة سهلة ومبسطة بالخف راح توجدوها. شوفوا معايا، راح نجيبوا جفنة وراح نديروا فيها 3 كيلات تاع السميد متوسط. انا كيلت بالكاس، راح تجيني كمية قليلة. تحبوا تجيكم كمية كبيرة دوبليو، ماشي دوبليو، تكبروا في الكيلة. درت 3 كيسان سميد متوسط، وراح نزيد كيلة تاع السمد ناقص صبع. هذاك اللي ناقص راح نزيدو زيت، وراح نزيدو مغرف صغيرة تاع الملح مع لافاني، ومغرف على ماشي على راس المغرف الصغيرة بيكربونات. البيكربونات راح يخلي المبرجة تاعنا تقعد طرية. شوفوا بعد ما درت هذاك السمن راح ندخل كاع هذاك السمن في السميد هكا بصبعتينا. بعد ما كملنا راح نزيد الماء. خلطت له شويه تاع المزهر، اللي ما يحبش المزهر يقدر ما يديرش. نبدا نزيد في الماء حتى تتجمع كاع العجينه، تولي لنا على شكل عجينه تحكم روحها وتولي طريه. وتاني لازم ما نجروهاش مليح، راح تجي كيما تاع الكسره. شوفوا بعد ما كملت مع العجينه هكا لازم تكون حاكمه روحها مامطون طريه. هكذا راح نقسموها على زوج، لازم يكونوا قد نقسموها على زوج ونغطوها في ساشي ونخلوها كوتي. دوكا راح نخدمو التمر تاعنا. عندي هنايا شويه تاع تمر، راح ندير له مره صغيره تاع السمن. تقدروا ديروا زبده، وراح نديروا لها تاني رشه تاع القرفه مع شويه برك تاع زيت بيد ما يطلق روحه شويه هذاك التمر ويولي لنا طري. بعد ما ولا لي طري هذاك التمر كما راكم تشوفوا هنايا، جبت ان بابي كويسون. هذا هو اللي راح يساعدنا كي نبداو نحلو العجين. مام التمر ما راحش كي يلصق لنا، مام كي تبداو ترفدوا هذيك المبرجه ترفدوها فاسيلمون. ما نكذبش عليكم، بالخفوت جت هذه المبرجه. شوفوا تقدروا تحلوها هكذا برك، تبداو تحطوا في التمر وتغلقوها، ولا تحلوها كيما راني نحل دوكا. ونسيت بعد نقول لكم اللي يحب المبرجه تاعو تكون كيما الكسره يقدر يدير نص تاع سميد رطب، نص مويه، راح تجي تاني بزاف هايله. واللي يحب تجيه كيما الوصفه الاصليه، تجي كيما المقروض هكا، تجي مبسه ومرمله، يدير المويه. شوفوا معايا، بعد ما كملت كاع حليت العجين وحليت التمر، راح نحط هذاك التمر فوق العجينه الاولى، ودوكا راح نغلقها. شوفوا كيفاه راح تجينا بزاف سهله. ودوكا راح نسقمها في ليكوتي، نغطي كاع التمر ونسقم نغطي كاع بالعجين ونسقم ليكوتي مليح. وراح نيطاليها، ما نديرها رقيقه، ما نديرها خشينه بزاف. هذه هي. ودوكا نبقى غير نقطعها، راح نقطعها مقروطات. اللي يحبها يديرها كاريات يقدر يدير كاريات، بصح مقروطات خير تجي شابه خير. وكل ما عرضتو وكل ما راح تجيكم كبيره. انا درتها ما كبيره ما صغيره، درتها موين. وشوفوا كيفاش راني ندير، راني كل ما نقطع كل ما نرفدها ونحطها في الطاجين ديريكت هكا، راح تجيكم سهله بزاف وبالخف تكملوها. بيان سور الطاجين يكون سخون. كما شفتوا حطيتها في الطاجين. كاينه حاجه لازم تخلوها تتحمر مليح من تحت باه تقلبوها. ابخي تقدروا تعاودوا تقلبوها اذا حبيتوا زعما تزيد تتحمر، تزيد تحمر شويه. مهم لازم تتحمر مليح باش تقلبوها مع الاول، باش هكا ما تتفتت لكمش. كما راكم تشوفوا كي شفتها بدات تتحمر مليح، باش قلبتها. وقلبوها غير بالعقل، جربوها جات بزاف هايله بهذه الطريقه. ومن الاحسن تحمروها مليح. ديجا هي طول بزاف الطياب، صافي غير بالعقل معها حتى تتحمر مليح، تخلوهاش نص طياب.
خلوها بعقلها تتحمر مليح. دوكا بعد ما بدات تطيب المرجة كيما هاد الحبة راهي طابت، نحيها راح نكمل نطيبها غير بالعقل ونحيها من طاجين. شوفوا بعد ما طيبتها كيفاه جات ولا اروع، وجات بزاف طرية، جات هايلة. شوفوا كيفاه جات، وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، ونخليكم في وصفة جديدة ان شاء الله. مع السلامة.